مباراة جديدة ونهائي مبكر جديد لنادي ريال مدريد الإسباني في مواجهة نادي أتلانتا الإيطالي في نهائي كأس السوبر الأوروبي. النهارده بإذن الله تعالى هنتعرف مع بعض على كل تفاصيل هذه المباراة، لكن قبل ما نبدأ أتمنى من حضراتكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة علشان تقدروا تتابعوا كل مواعيد مباريات نادي ريال مدريد القادمة بمشيئة الله تعالى. نادي ريال مدريد الاسباني بيدخل هذا النهائي في مواجهه نادي اتلانتا الايطالي من نهائي كاس السوبر الاوروبي بصفته هو البطل من نسخه بطوله دوري ابطال اوروبا في الموسم الماضي، وذلك بعد ان تغلب على نادي بروسيا دورتموند في المباراه النهائيه بنتيجه 2-0. بينما على الجانب الاخر نادي اتلانتا الايطالي بيدخل ايضا هذا النهائي امام نادي ريال مدريد بصفته هو البطل من بطوله الدوري الاوروبي في الموسم الماضي، وذلك بعد ان تغلب على نادي باير ليفركوزن في المباراه النهائيه بنتيجه 3-0. نادي ريال مدريد اخر نسخه من بطوله كاس السوبر الاوروبي بالنسبه له كانت سنه 2022، وساعتها كان تغلب في المباراه النهائيه على نادي انتراخت فرانكفورت بنتيجه 2-0. وايضا نادي ريال مدريد هو اكثر الانديه حصولا على لقب كاس السوبر الاوروبي بجانب نادي اي سي ميلان الايطالي ونادي برشلونه الاسباني برصيد 5 القاب، بيليهم طبعا نادي ليفربول الانجليزي برصيد 4 القاب. وده نهائي جديد ما بين نادي ريال مدريد الاسباني ونادي اتلانتا الايطالي من كاس السوبر الاوروبي. المباراه بمشيئه الله تعالى هيستضيفها استاد وراسو في مدينه وراسو البولنديه. المباراه هتكون يوم الاربعاء الموافق 14/8/2024. المباراه هتنطلق لحضراتكم الساعه 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 9 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا وقطر ولبنان، 11 مساء بتوقيت سلطنة عمان والإمارات. وسوف تنقل المباراة لحضراتكم عبر شاشات البي ان سبورت. بكده بتعرفنا مع بعض على كل تفاصيل هذه المباراة ما بين نادي ريال مدريد الاسباني واتلانتا الايطالي في نهائي كأس السوبر الاوروبي. انا بتوقع في هذه المباراة مكسب نادي ريال مدريد وحصد اول لقب ليه في هذا الموسم. لو حضراتكم ايضا من متوقعي نتائج المباريات يا ريت طبعا تشاركونا توقعاتكم عن نتيجة هذه المباراة في التعليقات. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.